السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. إن شاء الله في الفيديو غنوريكم الطريقة كيفاش ترجعوا السورجي الطروافيل العادية على الشكل هذا إلى سورجي مشاور، يعني سورجي سبيسيال كما كتشوف معنا في هذا الفيديو. غترجع على هذا الشكل هذا، يعني كنسميوها سورجي مشاور أو سورجي سبيسيال. أول حاجة كنجيبو بلاكة جديدة، يعني بلاكة كتكون بنفس العبار ديال البلاكة ديال القديمة اللي عندنا في الماكينة كما كتشوف على الشكل هذا. هنا كنجيو كنقطعوا له هذا اللسان اللي هنايا، ماشي كنقطعوه كنحكوه، كنقطعوه من هذا الاتجاه هنايا. يعني ديك اللسان هذا الدواء مايور خصنا نرجعوه رقيق، يعني خصنا نخليوه رقيق تقريبا فيه 1 ملم كما كتشوفوا. وهنا هاد الفتحه ديال الموس حتى هي كنحكوها، كنخليو ديك البلاصه رقيقه اللي تما باش نقدروا نقربوا الموس للحد الادنى ديالو. كما هنا بلاكه هي عندي مصايبه من قبل كما كتشوفوا، هو الدواء مايور هنا رقيق، وديك الفتحه اللي كتدخل فيها الموس هي رقيقه باش كتعطينا السورجي رقيقه. وثاني حاجه هي الصباطه ديال اللسان اللي كيكون هنايا كيكون عريض، حتى هو كنحكوه كنرجعوه رقيق على هذا الشكل هذا باش ما كيخليناش الخياطه غليظه. اول حاجه غادي نزولوا البلاكه القديمه ونركبوا بلاكه جديده، نفيكسيو الفيسات ديالها. وهنا كنفسخوا الفيس ديال السيبورا ديال الموس. انا وريتكم فيديو قديم كيفاش تريغلوا الموس. كندخلوا الحاد الادنى ديالو وكنتبعوه بالثاني، يعني كندخلوا معاه الثاني كما كتشوفوا معنا هنايا. ها هو الموس ديالنا كيجي مقابل مع الدوا مايور نيشان. وثالث حاجه خصنا الغرزه، نقصوا الغرزه كنقصوها، كنرجعوا الغرزه عي صغيره، ما كنخليوهاش عريضه كما كانت في الاول في الطروافيل، يعني كنقصوا الغرزه باش كتجينا السورجي عامره. وبالنسبه للخيط ديال الكروشيات اولا الابره حتى هما كنزيروهم باش الخياطه كتزيد تجمع لنا، يعني كل ما زيرنا الخيط كيكون مزيان. هنا غنقوموا بواحد التجربه. كما كتشوفوا حنا كنجربوا المشاور ديالنا. ها هي السورجي كما شفتوا، هي جات رقيقه هنايا. غادي نزيدو نريقلو شويه الخيط، كنزيدو نزيرو على الخيط الفوقاني حتى التحتاني، كنزيدو نزيرو شويه. كل ما كتجمع لنا السورجي كتكون مزيانه، كتزيد رقاق المشاور. كما كتشوف معنا ها هي السورجي المشاور ديالنا هي هادي، يعني كيكون فيها 1 ملم ونص. كما كتشوف كنقارنوها مع السورجي القديمه، ها هي ديال الطروافيل كما كتشوفوا. ها هي هنايا السورجي المشاور مع الطروافيل.